أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد معايا. إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال وأنتم تشاهدوا فيا. هذا أول فيديو ليا في 2021. إن شاء الله يكون يا ربي طلعت خير علينا وعليكم ويرزقنا ربي فيه الصحة والعافية ويخلي لنا أحبابنا وأزواجنا وأولادنا والناس العزيز علينا الكل. اليوم باش نشارك معاكم فكرة لمقبلات هي عبارة على صدفة محشية ولا كوكياج فارسي. لوصفتنا نستحق الكراث، جبن موتزاريلا مبشور، الخبز اليابس، جمبري وصلصة البشاميل. ناخذوا لهنا طرف زبدة ونحاولوا نذوبوها ونحط فيها الكراث حتى لين يتذبل. بالطبيعة اللي ما عندوش الكراث ينجم يعوض بالبصل الأخضر، أما بالحق المطعم مش باش يبدا كيف معناتها. انا لهنا باش نفوحه وباش نزيد له بهار الكيري او الكيري معناها، واللي حب يبدل حاجه اخرى معناها عنده حريه الاختيار. انا صراحه المده هذه جاني معناها هيك غرامي على البهارات الهنديه الله غالب. وباش نزيدوا له بطبيعه طريف ملح، اما تردوا بالكم على خاطر ديما غلال البحر مالحه، معناها تنقصوا في كميه الملح. بالنسبه للجمبري اللي حب يبدله بقريدس، اللي حب يبدله بالنواة سان جاك، ما نعرفش شنو يسموها بالعربيه، لكم حريه الاختيار. انا المتوفر عندي اليوم جمبري باش نديره بالجمبري. باش نضيف الكمية اللي عندي. صراحة ما يستحقش معناها تطيب، نجمو نديروه في آخر معناها مرحلة، وقت اللي يبدا الكراث صاي يتذبل وخذاه هيك اللون الدوري اللي نحبوا عليه وولو صاي لين، نحطوا الجمبري متاعنا ونطفوا عليه. ما يستحقش نحركوه تحريكة باهية باش ياخذ هاك اللفاح معاه، هذاك هو. نعبوا لي كوكياج متاعنا، هم ناخذهم معبيين هكاكا، لكن بعد ما نستعملهم نغسلهم ونستحفظ بيهم حتى كي ندخلوهم للفور ما يجرى لهم حتى شيء. لهنا باش نبدو نعبوهم ونزيدوا مغرفة كبيرة من الخليط اللي حضرناه متاع الكراث واللي فيه الجمبري. نحاولوا نعبوهم الكل، نحطوا الطبقة الأولى هذيكا.
نعدّوا نصبّوا الطبقة الثانية واللي هي صلصة البيشاميل، باش نحطّوا عليها ونحاولوا نغطّوا هذاك الكرات الكل نغطّوه بالصلصة ما يبانش منه، باش من بعد حتى الطيب كي يسخن وكل شيء ما يبداش يخرج. بعد ما كملنا إضافة الصلصة باش نتعدّوا نضيفوا الطبقة الثالثة واللي هي جبن الموتزاريلا. الرحلة الأخرانية هذيا باش نزيدوا الخبز اليابس المحمص هو اللي باش يعطيها الكرميشة الخلطة متاعنا. من بعد ما كملنا ندخلوه للفور على درجة حرارة 200 درجة مدة 10 دقائق، في الوقت اللي باش يذوب لنا فيه الجبن الباقي كله طيب. إن شاء الله تكونوا استفدتوا وعطيتكم فكرة. ما تنسوش تعملوا لي إعجاب للفيديو وتخلوا لي تعليقاتكم المزيانة والحلوة. إن شاء الله يا ربي استمتعتوا واستفدتوا. نودكم ولا نشهيكم في أمان الله أصدقائي. إلى اللقاء مع وصفة أخرى إن شاء الله.